السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يا رب تكونوا بألف خير يا رب. آه النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع وايد خطير. والله والله كتير. لسه سامع حاجة كده خليجي. فقلت يعني نمس عليكم. خليني بس الأول كده. يا ريت لو سامع الصوت كويس صلى على النبي كده في التعليقات. يا ريت لو سامع الصوت كويس صلى على النبي في التعليقات. ماشي. الصوت واضح؟ يا ريت لو الصوت واضح والكاميرا واضحة تبعت لي أي رسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Hello my friends. Hoping you are doing very well. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع كويس خالص عن آه ازاي اصلا اشتغل اونلاين. How to be an English teacher online خصوصا لمعلمين الانجليش. ده خصوصا لكن هو في العموم ينفع اي حد ان شاء الله يسمع اللايف ويتابع معانا والدنيا تبقى كويسة ان شاء الله. ماشي. ربنا يا رب ييسر الحال. طيب نبدأ ولا ايه بالظبط؟ يا ريت. ماشي زي الفل. حد بيقول لي بص على التليفون. يعني بصيت على التليفون. لحظة واحدة كده وهنبدأ على طول. صلى على النبي كده لحد ما نبدأ. ماشي. اهو. خلينا نشوف كده. بسم الله. شوف كده الصوت شغال والدنيا حلوة ولا ايه بالظبط. كان في مرة من المرات ليه انا مصمم ان في مرة من المرات انا طلعت لايف وقعدت اتكلم وبتاع وفي الاخر للاسف الشديد كان الصوت مش احسن حاجة. عشان تبقى المشكلة دي ايه. ماشي. زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إن شاء الله النهاردة today we are going to talk about a very nice topic. هنتكلم عن موضوع كده جميل جدا. ألا وهو موضوع teaching online. teaching online. طيب. إن شاء الله الشاشة واضحة يعني. إن شاء الله. آه teaching online أو teaching English online strategies for success. هناخد بعض الحاجات اللي المفترض ان حبايبنا يعني يكونوا عارفينهم عشان ن... يعني لا العملية تبقى حلوة. لا انا عارف انا بعمل ايه. اول حاجة نبدأ بالintroduction. I'm going to talk about strategies to create engaging and effective virtual learning experiences. في الموضوع ده او في الحتة دي انا حابب ان انا اتكلم بشكل مستفيض عن الاندرستاندينج اونلاين تيتشنج. لازم تفهم الاول يعني ايه اونلاين تيتشنج. رقم واحد لازم تبحث وتفهم وتكتب عن ال differences between online and traditional teaching. لازم كده تعرف ان لا انا بدرس اونلاين الموضوع مختلف تماما عن ان انا ادرس بطريقه تقليديه او بطريقه الاوفلاين او الاون سايت. تمام. وعلى فكره برضو النمبر اوف ستودنتس بيفرق. يعني حضرتك او حضرتك لما تدرس 1 اون 1 مختلف تماما عن ان انا ادرس جروبس. برضو مختلف. جروب فيه 2 3 جروب فيه 15 و20 و50 و60. تمام. بيبقى الامر مش براكتيكال قوي. في امور كده بيكون الامر فيها البرزنتيشن هو افضل حل وان انت ما تخليش الطلبه تجاوب. في امور تاني ان انت تبقى لا الناس هي اللي شغاله وانت مجرد بتجايد الدنيا هو ده افضل حل. تمام. ربنا يبارك فيك يا مستر. تسلم.
فرقم واحد لازم تعرف الديفرنسز بين اونلاين اند تراديشنال تيتشنج. رقم اتنين لازم تعرف عن البينيفيتس اند التشالنجز، ايه اللي انا هستفيده من الاونلاين. طبعا زي الفلكسبيليتي، عندك مرونة في الوقت، مرونة في الفلوس، مرونة في الدفع. الفلوس مش منظورة، والله زي ما بكلمك الفلوس ما حدش باصص عليها، فده من اكبر المميزات في الاونلاين. التشالنجز بقى هل عندك مثلا الكاميرا مش احسن حاجه؟ هل بتصدع زي حالاتي من كتر قعدتك قدام اللابتوب؟ هل الانترنت مش كويس؟ طب هتحل المشاكل دي ازاي؟ يعني انت بتانتسبيت البروبلمز، بتخمن المشاكل اللي ممكن تحصل وتحط لها حل قبل ما تحصل. يعني انا دلوقتي حالا بص، انا فاتح من الموبايل اهو، فاتح من قدامك من على الشاشه، تخيل. ورابط الموبايل بالانترنت عشان اعرف انا بعمل ايه. رقم ثلاثة في ان انت تفهم الاونلاين تيتشنج هو الاسينشال سكيلز فور ان اونلاين انجلش تيتشر. لازم يبقى عندك كاميرا كويسة، لازم يبقى صوتك واضح، لازم يبقى عندك سماعة كويسة. بص اهو، اهو لازم يبقى عندك سماعة كويسة، لازم تتأكد من جودة الصوت وجودة الجهاز اللي انت هتشتغل بيه. ده حد ادنى من الشغل يعني. طيب انا دلوقتي فهمت الاختلاف ما بين الاونلاين والتراديشنال، فهمت الفوائد والتحديات اللي هتقابلني، فهمت الاسينشال سكيلز على الاونلاين ليرنينج، المهارات اللي لازم اتحلى بيها: الصبر، الوضوح، الرؤية تكون واضحة، الدنيا تكون هادية، وهكذا. فانا كده محتاج ان انا ادخل على اللي بعديها، الا وهي choosing the right online platform. هل الصح بتاعي ان انا اشتغل على زوم بس؟ لا، انا ديني اهو بعمل لايف على الفيسبوك، ولو قلت لي زوم اقول لك امين ماشي يلا مع بعض، لو قلت لي جوجل ميت يلا مع بعض، لو قلت لي مايكروسوفت تيمز، لو قلت لي حاجه اسمها اودومورو، وفي برامج كتيره قوي، معاك يا باشا معاك. ليه؟ انا في الاول كنت بمسك المنصه اروح على اليوتيوب اسمع عنها، اسال اصحابي هي كويسه ولا لا، وايه الاضرار والعيوب، اسال الناس الخبيره، اخد كورس ازاي ادرس اونلاين. فعشان كده بقيت دلوقتي قادر ان انا اعمل لايف في اي مكان في اي حته باقل امكانيات. تمام. لازم برضو ان انت تختار الليرنينج مانجمنت سيستم. هل انت هتشتغل على جوجل كلاس روم، ولا انت هتشتغل على موديل، ولا انت هتشتغل على مثلا على بادلت، ولا انت هتشتغل على كاهوت، ولا انت لازم تحدد انت هتشتغل فين، ولا على الواتساب، ولا هتعمل ايه. لازم برضو تشتغل على يعني مثلا التولز بتاعتك تبقى انتر اكتف شويه، يعني الكاهوت ولا كويزز ولا بادلت ولا وورد وول، ولا لازم تحط روابط كده حلوه تخلي الدنيا حلوه معاك. تمام. هتشتغل من البي دي اف على طول او الكتابه على طول، ولا تعمل زي حالاتي كده بتحب الباوربوينت؟ انت بتحب ايه بالظبط؟ تمام. فده فيما يخص ان انت تختار الاونلاين بلاتفورم. انا مجرد برمي لك اسئله تخليك تفكر. تمام. برضو setting up an effective online classroom، لازم تبقى محترف في جذب الانتباه، الديستراكشن فري انفايرمنت. ما ينفعش ابقى انا في وادي والطالب في وادي، لا، لازم يفتح الكاميرا، ولازم تشوفه بيعمل ايه، ولازم يبقى منتبه معاك. برضه using high quality audio and video tools، زي ما لسه موريك حالا. انا بستخدم كاميرا دلوقتي اسمها لوجي، ماشي، وبستخدم ميكروفون كويس خالص سونيك، وبستخدم مش عارف ماوس اتش بي، وبستخدم جهاز فيه امكانيات كذا. فلازم برضه حضرتك او حضرتك تبقى عندك وعي للحته دي. برضه المانجنج تايم زونز، ما ينفعش ابقى بدرس واحد في الامارات وابقى انا مش عارف الساعه كام، لا، لازم اعرف التايم ديفرنسز، السكيدجولينج كلاسز، لازم اعمل ده يبقى بمنبه ينبهني ويظبطني، بحيث ان انا ايه ما خلفنش الدنيا مع بعضيها. طيب انا دلوقتي فهمت واخترت المنصه بتاعتي وظبطت الدنيا ان هي تبقى الكواليتي بتاعتها محترمه بشكل يليق بيا. طيب ايه اللي بعديها؟ how to engage your students in online lessons. ازاي بقى تربط الطالب بالاونلاين، مع ان ده صعب على فكره، ان انا اعمل اي كونتاكت معاك او ان انا بعمل انفولفمنت للطلبه، ده مش سهل.
بس بيحصل يعني الحمد لله الطلبه بتاعتنا مش شايفه اي فرق خالص خالص ما بين الاونلاين تيتشنج والاوفلاين تيتشنج. تمام. فانا بعمل انكارجمنت، بعمل انكارجنج بارتيسيبيشن، اقول له والله لو غلطت الدنيا مش هتبوظ، عادي اغلط. بيوز بريك اوت رومز عشان اعمل الكولابوراتيف ليرنينج او التيتشنج عن طريق الطلاب بيتعلموا مع بعض. بجيميفاي، بعمل جيميفيكيشن للليسونز بتاعي، فانا بستخدم وورد وول، اعمل مش عارف ايه، اسوي ايه، بظبط مثلا حالي، يعني بحاول على قد ما اقدر. بسم الله. طيب حاضر يا ريس، حاضر، ما تحرمش منك. المسابقة هتكون امتى؟ المسابقة نازلة يوم 17/4 يا محمد. ربنا يوفقكم كلكم. وعلى فكرة في مذكرات عندي كويسة خالص هتنفعك، كلمني. فأنا دلوقتي كنت بتكلم معلش يا جماعة عن الانجيجنج ستودنتس، وكنت بقول how to engage my students by encouragement using breakout rooms gamifying أو gamification. طيب ايه تاني غير كده؟ بمانجنج الكلاس روم بيهيفير او بعمل موتيفيشن. ازاي؟ ان انا بعمل كلير expectations and guidelines. ما ينفعش طالب يبقى معلش مستواه محدود في اللغة بس هو بالغ، اروح انا مشغله فيديو فيه اي بي سي دي. ايه يا عم الحاج، ما تقول له اي بي سي كذا كذا، بنعمل كذا وبنقول كذا. خلي عندك اكسبكتيشنز موزونه شويه بالنسبه للعمر، موزونه شويه بالنسبه للثقافه، موزونه شويه بالنسبه للدين، بالنسبه للعرف السائد. ما ينفعش تبقى انت في وادي والناس في وادي. تمام. طيب الانكارجنج ستودنتس accountability and independence، بمعنى ان انا كل شويه بسحب نفسي شويه بشويه من الطالب لدرجه ان انا اخليه هو اللي يقول لي انا بحل لوحدي، انا بكتب لوحدي، انا بحثت عن فيديو لوحدي. اعرف لما توصل للحاجه دي يبقى انت نجحت مع الطالب. using positive reinforcement to keep students motivated، انا بعزز تعزيز ايجابي. بقول انت كويس ما شاء الله عليك، اللهم بارك في الحته كذا وكذا وكذا. مش مجرد ان انا بشجع وخلاص، انا بقول له هي وخلاص، لا، انت لازم تقول بالظبط واو في كذا 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 كذا، ومش عاجبني منك كذا وكذا وكذا وكذا. تمام. اخر حاجه مع بعض هو ان انت لو عندك استفسار ازاي تستخدم البلاتفورمز فور فري، ازاي تفعل زوم من غير اي رسوم اضافيه، ازاي تعمل تمويلات، ازاي تلاقي طلاب، فاحنا عاملين كراش كورس سيشن واحده بس بمبلغ رمزي جدا جدا تقدر تساعدك وتساعدكم كلكم ان شاء الله عز وجل في ان انت تدرس اونلاين. thank you so much my friends. انا بس مستني اي تعليقات، اي مثلا حاجه، اي اسئله اكتبها في الكومنت، اي مذكره، اي حاجه ممكن اساعدك بيها تقدر تكتبها لي في التعليقات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك اللهم ونتوب اليك. السلام.